أكبر غلطة ممكن تعملها في الاستيراد إنك تشتري المنتج قبل ما تتأكد إنه ينفع يدخل السوق أصلا. هات القهوة بتاعتك ويلا بينا نشوف الحكاية عليا. في مصر في منتجات كتير لازم تمشي على مواصفات فنية إلزامية، والموضوع مش اختيار، ده شرط أساسي قبل الاستيراد. الكلام ده بيتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. طيب إيه المطلوب؟ المواصفات الفنية اللي هي الستاندرد لكل ايتمز، إن كل منتج ليه مواصفة مصرية أو دولية لازم يطابقها، زي الأجهزة الكهربائية والملابس ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل وإلخ. في مصر في أكتر من 15,000 مواصفة قياسية مطبقة على المنتجات المختلفة. تاني حاجة وهي شهادة المطابق اللي هي COI أو COC على حسب مسمى كل واحد، ودي أهم ورقة تثبت إن المنتج مطابق للمواصفات. بتطلع من جهات معتمدة دوليا أو من معامل معترف بيها أو شركات موثقة من الجويك، وبدونها المنتج ممكن يترفض. ليه الشحنات بتترفض؟ تعال ناخد أرقام حقيقية من السوق. حوالي 10 ل 15% من الشحنات بيحصل لها تأخير أو رفض جزئي بسبب مشاكل في المواصفات، أخطاء شائعة زي بيانات غلط على المنتج، اختلاف بين العينة والشحنة، عدم مطابقة المواصفات اللي لسه متكلمين عنها، ونقص شهادات الجودة. تعال ناخد مثال عملي. لو بتستورد غلاية كهربائية لازم تكون مطابقة لمواصفات السلامة، يكون فيها بيانات واضحة زي الجهد وبلد المنشأ واسم المستورد والمصدر والبراند، ولو البيانات دي ناقصة ممكن الشحنة كلها تقف. الخلاصة المواصفات مش ورق، دي جيت لو وقعت فيها الشحنة كلها تقف. أغلب مشاكل الاستيراد في مصر مش في السعر، في المنتج نفسه مش مطابق من الأساس. في الريل الجاي هندخل على مرحلة اختيار المورد الصح، وإزاي غلطة صغيرة ممكن تكلفك شحنة كاملة.